النهارده بقى هعمل معاكم ما شاء الله. بصوا، بدل الوصفه واحده واتنين، وهعمل معاكم حلويات كمان. هعمل معاكم الحمام الكذاب، وهعمل معاكم برضو فراخ بطريقه تانية عامله زي الكب كيك تحفه تحفه كده. هتلاقيها فراخ محشيه رز جميله، وصينيه كنافه بالمكسرات. خيال خيال كده. اللي عايز بقى يتفضل كده ويشوف الفيديو، هتشوفي احلى الوصفات. شوفي بقى الحمام الكذاب جميل، هتشوفيه. الله على الوصفة تحفة الخيال، اللي بدون سلق ولا بدون اي حاجة. شوفوا دايبة الفراخ، دايبة فيها الرز طايب، وفيها بص هفتح لكم برضو ديت. شوفوا الجمال، الله على الجمال فعلا. ونعم الوصفات ونعم الطريقة، طريقة تحفة، طريقة خيال. الرز مفرفر، مفيش حاجة خالص. الله على الجمال. شوفوا الله على الرز طايب طايب طايب. وبص صينية الكنافة تحفة تحفة كده، ما شاء الله ما شاء الله. وبقطع معاكم كمان صينية الكنافة اهيت. شوفوا الله على روايح رمضان الجميلة، الله على روايح رمضان. ودي بقى الطريقة اهي، هنخش على طول. ديت بقى في حلة فيها اهي سمنة على حبة زيت، معايا توم وفلفل اخضر وجزر وبصل. نزلت باول حاجة بالبصل وفلفل، وادي التوم ما شاء الله، وادي جزر مبشور ما شاء الله كده، والفلفل متقطع حتت صغيره كده. كل ده هتشوحيه مع شويه الزيت ومع السمنه. شوحي بقى ده توم بودر عليه، وهتنزلي بحبه بابريكا. الله على الجمال، الله على الريحه الخيال. انت لو واقفه معايا مش مش عايزه اقولك على الريحه. الله يا جمال، يا جمال الاكل وحلاوته، يا حلاوته الجمال الاكل اللي انا بعمله، يا حركاته يا تكاته. فعلا فعلا. دي بهارات بقى ايه للفراخ وفلفل اسمر. بصوا ما شاء الله، بهار الرز ودي البهارات الموجوده عندك في البيت. اي بهارات موجوده حطيها، مش هتدي نتيجه وحشه، لا بالعكس. شوحي بقى كل ده، طلعي الزيوت العطريه اللي في البهارات، كل ده يطلع في في الزيت وفي السمن. هنزل بمعلقتين من الصلصه، معلقتين من الصلصه. كل ده برضو شوحيه على النار، لازم كل ده يتشوح. انا غسله معايا كميه الرز اللي انت براحتك بقى. انا عامله رز عشان احشي بيه الحمام الكذاب، واحشي بيه الكب كيك بتاع الفراخ دي. جميل جميل، مش عارفه تسميها ايه والله من جمال. ده بقى هنزل بالرز اهو. انزلي بقى بكميه الرز، وهتشوحي بقى الرز تخليه شخلل كده. الله على الجمال، ايوه كده، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. شوحي بقى على قد ما تقدري. شوحي بقى اهوت ما شاء الله. هنشوحهم، اصلا الرز لازم يتشوح حلو. وهنا نزلت بحبة الملح عادي، بمعلقة الملح اهوت. وكل ده هتشوحيه بقى على النار، وتقلبي وانت واقفة كده. طول ما احنا واقفين لازم نستغفروا ربنا، عشان الاكل يطلع ليه فيه بركة، حياتنا كلها تبقى فيها بركة كده. خلاص شوحنا الرز وما شاء الله ادى لون تحفة. هنزل بقى بالشرب. عايزة تزودي شوربة ماشي، موجود ماشي، مش موجود مية. بس الشوربة بتدي بصراحة للرز. مش عايزة اقولك بقى على حلاوة الرز لما بتزودي شوربة. الشوربة طبعا بتبقى مبهرة، واخدة بقى طعم اللحمة او الفراخ ما شاء الله. بقى شوفي بقى طعم الرز معاك هيبقى عامل ايه. هقلبه كده، وبظبط بقى المية، وهنزل بحبة فلفل اسمر، وهقوم مغطياه وسايباه كده. خلاص تمام ما شاء الله. واغطي بقى خلاص كده. هروح معايا كده نص كيلو من صدور الفراخ مفرومة، ومعايا 4 وراك مخليين اهو. دي الوراك المخلية اللي هي الحمام الكذاب، غسلاها ومخليها زي البفت اهو. ده بصل مفروم، عليه فص توم، وعليه حبة فلفل اسمر، وعليه حبة ملح. الله لما تتبلي الفراخ قبل ما بتحطي الحشو اهو. ده بصل اهو. والفراخ مغسوله غسله، مش عايزه اقول لك بقى انا غسلها قد ايه. دي ملح، حطيت عليها ملح بس، وفلفل اسمر، وبصلايه مبشوره. بتبقى جميله كده، هتخلي الفراخ، بتودي الفراخ دي في حته تانية خالص، بتنقل الفراخ لها طعم تاني ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين اهو. ايوه كده. هركنها بقى على ما اتبل صدور الفراخ المفرومه.
عليها ايه بقى؟ مع ملح، بهارات فراخ، معايا معلقتين من البقسماط، وهحط معلقه او معلقتين زيت ومعلقه واحده سمنه. ليه؟ لان صدور الفراخ ما فيهاش نسبه دهون خالص. كل ده هقلبه. قلبي بقى كل ده. ما شاء الله على الجمال. ادي معلقه السمنه اهوت اللي انا قلت لكم عليها، وحبه زيت صغيرين. ليه بقى دي؟ لان الفراخ ما فيهاش نسبه دسم. معايا بقى صينيه فيها شرايح من البصل وشرايح من الطماطم والجزر والفلفل الاخضر، كل ده وبطاطس، ومعايا حبه فلفل اسمر وحبه ملح، وهتبهري الخضار ده كله. ومع تبهير الخضار حطي انزلي عليه بحبه زيت. قسما بالله اكله جميله، مش عايزه اقولك على جمالها. جميله كده. انا بقلب الفراخ عشان التوابل كلها تختلط ببعضها. ديت نص كيلو من صدور الفراخ او البانيه، وفرمتهم في الكب عادي خالص. جميله جميله جميله، وهتبقى في عزومات رمضان خيال. الرز ما شاء الله كده طاب 3/4 سوا. يعني 3/4، لا هو طيب قوي ولا هو طري قوي. ليه بقى؟ لان الفراخ طبعا ما بتاخدش طياب. الفراخ ما شاء الله بمجرد ما بتخش الفرن وهتغطيها بالورق السلوفان، خلاص يعني خلاص بقى انت عايزه ايه. معايا هنا بقى كيس تلاجة وطبق. كيس التلاجة دي امسحيه بس بمسحه زيت صغيره، وهنزل بيه بقطعه من الفراخ اهو. انا بوريكي بس اهوت قطعه من الفراخ كده، وهتحطيها في الكيس. شوفي بقى الجمال والحلاوه. تقولي عليها بقى كب كيك، تقولي عليها فراخ محشيه، هتقولي زي ما تقولي، هتلاقي الجمال كله. الجمال كله في الوصفه دي. الكيسه كده اهو ماشي، ايوه كده هو ده. وهنزل بقى لازم تفردي. انا عايزه الفراخ مفروده فرده حلو، وهتنزلي بها في الطبق عادي خالص. ايوه كده. وتظبطي بس الكيسه كده، وعادي والله سهله. يعني مش عايزه اقول لك سهولتها وحلاوتها وجمالها. الله عليكي بقى لو انت بقى عندك عزومه، الله الله هتشرفك فعلا. ديت هتشرفك في عزومات رمضان. وهنزل بقى بالرز المبهر، تسميه رز مبهر، تسميه رز ريزو، تسميه زي ما تسميه، بس خيال خيال كده. انت لما تجربي الوصفه ديت مش بصي مش هتقولي لا ده انت مش هتعتمد الا هي. الجمال دي، الجمال الشياكه اهو ما شاء الله. بتكبسيها بس في الطبق كده، هتطلع معاكي عامله زي قوالب الكاب كيك. الله الله على الجمال. والله دعاء دي بتعمل فن، ام ساره دي بتعمل فن. ما شاء الله على الجمال. برضو تاني واحده هي فردتيها هي نفس الطريقه. انا وريتك مره ودي تاني مره. دي بقى البنات اللي عايزه تتعلم، اللي مثلا عايزه تتعلم الجديده لسه ما دخلتش مطبخ اول مره. طريقه سهله وبسيطه وهتشرفه واحنا بندوا افكار لبعض، واحنا اخوات وبندوا افكار لبعض. اذا وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش تعملي لي بقى لايك واشتراك كده حلو من ايدك، عشان ترفعي معايا القناه. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشهر الكريم. الله على الجمال. دي تاني واحده هيت، وبنزل بيها برضو على الخضار. والله العظيم اكله تحفه. لو انتوا بقى معايا يا ريتكم معايا كده وانا ادوقكم كلكم. ما شاء الله. خلاص. النص كيلو على فكره بيعمل كميه حلو. يعني النص كيلو من الفراخ ما شاء الله طلع معايا 5 قطع. ما شاء الله القطعه دي كفيله لوحدها انها تشبعك. ليه بقى؟ لان هي مليانه رز اصلا. يعني رز مع فراخ هتاكليها كده خلاص. انت هتعوزي ايه بقى؟ دي بقى اهو ما شاء الله الحمام الكذاب ما شاء الله بحشي برضو نفس الرز. جميل جميل اهو. خلاص هحشي بقى نفسه. وعايزه تقفليه بقى بخيط ماشي، عايزه تقفليه بالعيدان اللي هي الصغيره ديت ماشي، براحتك بقى زي ما انت عايزه. يعني انت معاكي طريقتين للتقفيل، بس انا والله تقفيل الخيط بالنسبه لي اسهل. ليه؟ بتقفليه كده بتربطيها بالخيطه وبعد تدخلها الفرن، وبعد كده هتقوم طلعها وشايله الخيط خلاص. بتطلع جميله احسن من العيدان دي كمان. اهو خلاص كده هي خلصت كده. دي اول واحده انا عملتها بالعيدان الصغيره دي. عيدان اللي هي الشيش طاووق العاديه ديت ما شاء الله. اهي خلصت اهي. وهنزل بيها اهي ما شاء الله جميل.
تشوفيها تقولي حمام فعلا. وهنزل بيها على الخضار المتبهر بالزيت والملح والفلفل الاسمر ما شاء الله. ودي تاني واحده برضو نفس النظام. يبقى احنا ايه كده عملنا نوعين من الفراخ. التانية برضو بقول لكم اهوت انا بقفلها، بس قفلتها دي بخيطه عشان اللي ما يعرفش يقفل بدي يقفل بدي. يبقى انت عندك فكرتين بدل الفكره 2. ايوه هي دي بقى خيطه اهي هقفل بيها، سهله وبسيطه وما هيش عايزه حاجه خالص. يعني احنا بندوا افكار لبعضنا. الخيطه سهله اهي، لان انا مش هسلقها، انا ايه هحطها في الصينيه وهدخلها الفرن مع ورقه سلوفان. خلاص الميه اللي هي بتنزلها بس انا هحط عليها برضو شويه ميه صغيرين. كده اهو ربطتها ما شاء الله اهو. انا ربطتها بربط بالخيطه وهنزل بيها برضو في الصينيه زي التانية. يبقى انا كده ربطتها مره بالخيطه ومره بالايه بالعيدان اللي هي الشاشه دي، بس انا كسرتها ان شاء الله. شوف الجمال الله كده. ايه تاني واحده اهي انا بقى هعمل التانيين كده اهو ما شاء الله. ده بقى الشكل النهائي بعد ما خلصته. عسل كده عسل اهو. معايا الصينيه ديت ومعايا الايه القارب اهوت. هجيب شويه من الصلصه، شويه صلصه عليهم شويه ميه عليهم شويه زيت. شويه زيت صغيرين برضو. الزيت بيدي لمعه حلوه قوي للفراخ من فوق. ايوه اهو كده الجمال. ده الجمال كله. وحبه فلفل اسمر وحبه ملح برضو بتهيئي ايه الميه بالصلصه. ايوه هو ده ما شاء الله على الجمال. الاكله وعلى حلاوتها الله. اكله سهله وخفيفه وتغيير بقى عن الوصفات اللي احنا زهقنا منها بقى. الفراخ المشويه، الفراخ المسلوقه، تغيير. الاولاد عايزين تغيير اهو. بدهن وشها بالصلصه والزيت وحبه الملح وحبه الفلفل ما شاء الله. تغيير يا حبايبي. وحبه ميه بنزل بيهم صغيرين عشان يطيبوا الخضار، لان الفراخ كده كده هتنزل ميه. هبدا اجيب ورقه سلوفان ايوه اهوت، وهغطي برضو القارب والصينيه ما شاء الله على الجمال. ايوه كده خلاص. هغطي الصينيه الاول اهو، وهتقومي مدخلاها على الفرن على درجه حراره 180 من تحت، وتسيبيها ما تشتغلش الا بعد ربع ساعه. كده هدخل على الكنافه معايا نص كنافه على معلقتين من السكر البودره اهوت، وكوبايه من السمنه بقى على عاديه اهي متسيحه، وهتقلبيها بس كده اهوت اهو، وتنزلي بيها على الكنافه وهتقلبي كل ده ببعضه. وانا عامله العسل معايا، بس العسل بصراحه ما صورتهوش اهو. كل ده هقلبه مع بعضه، بس العسل معايا كوبايتين من السكر عليهم كوبايه ونص من الميه عليهم معلقه عسل جلوكوز. هو العسل سهل يعني. وهتقلبي الكنافه بكل سهوله. يبقى احنا كلنا وحلينا. وادي صينيه هدهنها شويه سمنه اهوت ما شاء الله. ايوه كده هنزل بالسمنه كده خلاص اهوت. وهنزل بنص كميه الكنافه تحت، نص كميه الكنافه اهو. فرفري الكنافه وانت بصي واهو. وتبططي بقى عليها بايدك كده اهو. وهتحطي بقى مكسرات. معايا زبيب، معايا الهند، معايا سوداني. كل ده هتنزلي بيه اهو. انزلي بقى بالحاجه اللي انت عايزاها بالمكسرات، عايزاها بالقشطه، عايزاه كل حاجه زي ما انت عايزه. خلاص كده انا هنزل بالكميه التانية اهوت ما شاء الله. وهدخلها الفرن على درجه حراره 170 ومن تحت. وهتشغلي الشوايه في اخر 5 دقايق وطلعيها تبرد. اسقي الشربات على طول. خلاص اجمل تحليه واسهل تحليه. جمال كله. وده الشربات اهوت بوريهولكم. ده شربات اهو. كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من الميه، معلقه على عسل جلوكوز، حبه ملح ليمون. الملح الليمون على فكره احلى من الليمون نفسه، احلى من الليمون. شوفي العسل نازل عامل ازاي صافي جميل. ده عندك شارياه جاهز. وده الاكل ما شاء الله بعد ما خلص. جمال الاكل وحلاوه الاكل اهو. ادي الوصفتين وادي الكنافه وادي الرز. كانت وصفتي النهارده معاكم. الف سلامه ومع فيديو تاني.